ليلة مفترجة مباركة زي الليلة الحلوة دي، يا رب يا رب يجعلها ليلة من أحلى الليالي علينا، يجعلها يا رب ليلة القدر. كان لازم أعمل كده، أيوة كان لازم أعمل اللي انتوا شايفينه ده. تقولوا بقى مهما تقولوا، بس أنا قلبي جابني كده. أهم حاجة كده نصلي على النبي، صلوا على النبي يا بنات. وتعالوا بقى كده نشوف هنشتغل في إيه النهاردة أو هعمل إيه. الفيديو ده أنا عاملاه بقلبي، وكل ليلة فردية في العشرة الأواخر من رمضان هعمل كده. ربنا يا رب يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، ويا رب يجعل الإفطار الصائمين اللي هعمله النهاردة وهبعمله من أول الشهر الحمد لله، يا رب يا رب يجعله شفيع ليا وشفاء ليا ولكل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. انا عامله الافطار ده بنيه الشفايه بصراحه، مش هكدب عليكم. هلاقي بقى حد في الكومنتات خليها سر، انا بعمل في السر وفي العلن. انت ما تعرفش انا بيني وبين ربنا ايه. الحمد لله، ولا بعمل رياء ولا بعمل عشان اطلع ترند. ليلى النجار ترند من يوم ما ظهرت على السوشيال ميديا. الحمد لله الحمد لله، انا كل يوم ترند. يعني الحمد لله، اللهم بارك، ربنا يا رب يديمها عليا نعمه واحفظها من الزوال. انا عاملاه علشان احفز الناس اللي زيي، واقول لهم اعملوا بنيه شفاكم، اعملوا لو اقل القليل، لو ان شاء الله يا رب كده عيش حاف. والله العظيم في العشرة الأواخر دي استثمروهم، ده أحلى استثمار وأحلى تجارة مع ربنا. تعالوا كده بقى إيه، جبت حوالي مش عارفة قد إيه طماطم، خدتهم بالبركة صراحة. والبصل برضو خدته بالبركة، خدت حوالي كده 5 حبات بصل حلوين عافيين كده، وبتاع 10 حبات طماطم برضو بطماطمية عافية كده، قرنين فلفل سبايسي، ونزلت بشوية خل. وما تركزوش معايا، أنا الفيديو ده على الطبيعة خالص والله. عايزه اقول لكم ما لحقتش اعمل له مونتاج، او يعني مش فاضيه بصراحه اعمل له مونتاج. تعالوا بقى هضرب كل الكلام الحلو ده معانا كده في قلب الخلاط بتاعنا. وبعد ما اضربهم كده هكتشف اني نسيت احط راس توم. تمام، الخلطه دي بتحب التوم قوي قوي يا بنات. توم على الفراخ، والله انا بعملها معاكم كده من يوم ما ظهرت. ليمونتين بقى كده حلوين، الليمونه الواحده عافيه كبيره كده. الله 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 الله. ونعصرها كده بتخلي الخلطه دي بتروح في حته تانية. بالليمونتين القمر دول او على حسب الكميه، انا عامله اللهم بارك اللهم بارك 15 فرخه. تمام، تعالي بقى ننزل ببرطمان معجون طماطم كده او صلصه يعني، وحطيت حوالي كوبايه زيت. وتعالي بقى ننزل بحوالي نص كوبايه من العسل، عسل ابيض عسل اسمر براحتك خالص اللي متواجد عندك. تعالوا بقى ننزل بالتوابل، شويه فلفل اسود محترمين، ودي كده شويه ايه ده، مش فاكرة والله. كبابة صيني، حطيت 7 بهارات، حطيت كزبرة، حطيت قرفة، حطيت ايه تاني يا بنتي يا لولا، زعتر بتاع ده روزماري، حطيت ورق لورق، حبهان مطحون. تمام كده، اللي هحطهم كلهم دول ال7 بهارات. حطيت حبهان مطحون. كل دي توابل دهب كنت انا جايباها قبل رمضان. حلوة قوي جميلة ما شاء الله، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديهم. واقلب بقى الخلطه الحلوه بتاعتنا دي، الله الله الله، خلطه كده منسجمه. نسيتي ايه يا ليلى في الخلطه دي؟ نسيتي ايه يا ليلى في الخلطه دي؟ هاي نسيت ايه؟ نسيت الملح، اهم حاجه يعني ما اقولكوش، مسطوله بدرجه امتياز. هحط عليها بقى كده الملح بتاعنا، الله الله الله. شويه خلطه كده، قمر قمر قمر. ربنا قال لك ايه، ولا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وافطار الصائم ده حاجه عند ربنا كبيره قوي، زي اطعام الطعام كده اللي بنعمله في الاوقات العاديه او في الايام العاديه. انما احنا في شهر كريم وفي العشرة الاواخر من رمضان، يعني من العشرة دول عظام قوي عند ربنا، والاجر فيهم حلو قوي. وما تنسوش زكاة الفطر. انا طبعا مش هفكركم، انا ما اجيش جنبكم حاجة، انا عارفة ان انتوا فاكرين، بس بذكركم واذكر نفسي بزكاة الفطر. ربنا يا رب يجعلها مقبولة مني ومنكم ومن جميع يا رب الناس، يا رب اللهم امين. كل رب بيت، كل اب كده بيطلع زكاة الفطر عن اهل بيته. الحاج عندنا بيطلع بعددنا، كل واحد مش عارفة يعني قد ايه الزكاة، هو بقى عارف، بيبقى عارف كل سنة يعني بيطلعها حبوب. تمام يا رب كده، يا رب يجعلها خير ليا وليكم ان شاء الله، اللهم امين. وزي ما قلت لكم انا عامله الافطار ده النهارده بنيه شفايه. انا هروح بقى احط الصاجات دي، حطيت كده مليت 3 صاجات، اللهم بارك اللهم بارك يعني. حطيت في الفرن في النص كده على اعلى درجه حراره، على 260، عندي اعلى درجه حراره 260.
تمام. وتعالوا بقى نعمل جنبها كده، احترت كنت عايزه اعمل جنبها مكرونه، نور قالت لي لا يا ماما اعملي شويه طبيخ الناس تاكلوا ايه يعني تنسجم كده وتفرح. وادعوا لي بقى بالشفاء، لعل حد فيكم اقرب لربنا مني. ادعوا لي، ادعوا لي ربنا يشفيني شفاء الله يغادر سقما. ادعوا لي كده بالنية صافية، امان عليكم كل اللي يشوف الفيديو ده. انا عارفة ان انتوا بتدعوا لي من غير ما اطلب منكم، بس يا رب يا رب يا رب يخرج الوحش ده من جسمي، يا رب يا رب يا رب، ويشفيني. انا مش عايزه اذكر اسمه ابدا، لا انا بخير والحمد لله، هفضل بخير وبقاوم وانا شاطره على راي الدكتور بتاعي، يقول لي انت شاطره يا ليلى، يقول لي برافو عليكي، انا فرحان بيكي وبالطاقه اللي انت مديها لنفسك، الحمد لله الحمد لله. نقوى علشان ربنا يقوينا، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، اشفيني واشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. تمام كده. تعالوا بقى كمان نعمل بقى شويه رز كده قمر، بس بعد ما مسكت بصلايه حطيتها في حته سمنه بلدي وحمرتها نص تحميره، هنزل عليها براس توم كبيره كده برضو عافيه، كل حاجه عافيه النهارده. ايوه عشان ليلى عافيه فكل حاجه النهارده عافيه، اللهم بارك، الله اللهم بارك، الله اكبر. تعالوا بقى نحط راس التوم دي نفرمها كده ونقلب بقى. وكنت هنا محضره بصراحه كل حاجه جنبي قبل ما ابتدي وقبل ما اصور، عصرت الطماطم، قطعت البصل وكل حاجه متوضبه. تمام. نزلت بالثومه كده وخدتها تقليبه واحده كده مع البصل، والناحيه دي كده بعمل اول حله رز، انا هعمل حلتين رز كبار. مش والله بصوا انا ما بعدتش او ما بوزنش، هنزل بس بالطماطم كده على البصله والثومه. وهنا كده بعمل رز بشعريه، ما وزنتش، ما عملتش اي حاجه، ما فيش الا البطاطس، علشان بعت جبت 5 كيلو، فانا عارفه ان انا عامله 5 كيلو بطاطس. تمام. نزلت بعد ما نزلت بالطماطم كده على البصله والثومه، نزلت كمان بمعلقتين كده من معجون الطماطم، تعزز لي اللون كده وتخليه حلو كهرماني. وتعالوا بقى ايه، نقلب الرز الشعريه ونخليها ايه برضو باللون الكهرماني كده، تبقى قمر 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 بصوت ليلى النجار. اللي معاها لا تتعب ولا تحتار. ومين الشاطره بقى اللي هتعمل زي افطار؟ ايوه يلا ان شاء الله وجبه واحده تطلعيها افطار بنيه اي حاجه بقى، بنيه صلاح الحال، بنيه ربنا كده انه يزيح اي حاجه وحشه في حياتك. تمام. ومفيش حاجه وحشه في حياتنا، رب الخير لا ياتي الا بالخير، كلها امتحانات واحنا بنعدي منها. بصي استقوي على اي امتحان بتخش فيه، ربنا بقى بيقويكي، ربنا دايما بيكون في ظهرك وسندك، لانه رب الخير لا ياتي الا بالخير. فعلشان كده ربنا بيدي كل واحد فينا اللي يقدر يتحمله، لو هو عارف ان احنا ما نقدرش نتحمله ما كانش اداهولنا، لا بالعكس ده هو بيديهولنا، بيشوف بقى بيختبر صبرنا لحد ما يلاقينا راضيين وبنقوى، فهو بيقوينا وبيدينا عزيمة من عنده. تمام. تعالوا بقى نعمل تاني حلة رز زي ما انتوا شايفين كده. حمرت الشعرية، وبحب انزل بعد ما بحمر الشعرية انزل بالرز واخده تقليبة برضو مع الشعرية كده، وكمان انزل بالملح واقلبه. عايزة تحطي فص مستكة، ورق لوري، اي حاجة بقى اللي يعجبك اشتغلي بيه، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديا وايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويبلغنا ليلة القدر، اللهم امين يا رب، يطلعنا من رمضان كده وهو راضي عننا، يا رب يا رب يا رب، اجعلنا من المقبولين يا رب، امين يا رب العالمين. في العشرة الاواخر الحلوين دول اول مرة لو تاخدوا بالكم استخدم مرق، بس تصدقوا طلع طعمها حلو، يعني مش عارفة انا اول مرة في حياتي استخدم المرق. انتوا طبعا عارفين ان انا عمري ما، يعني انا ما اعرفش حتى اسمها ايه، بس بعت السوبر ماركت قلت له عايزه ايه، مرق، فبعت لي المرق ده وحطيته بقى في الصلصه. إيه، حطيت بقى فلفل اسود وحطيت ملح، البطاطس بحط لها فلفل اسود وملح بس، وحطيت مكعبين المرق، ونزلت بقى بالبطاطس المغسوله واتقطعت مكعبات كده، وهقلبها واسيبها على نار هاديه تاخد وتدي بشكل ودي مع ليلى النجار، لا تتعب ولا تحتوي، كلمتي واللازمه بتاعتي. تمام تمام. سبت بقى بص كده لون الطماطم بتاعت البطاطس كانت حلوه قوي، الاكل كان طعمه حلو قوي، والرز كان بالسمنه البلدي كان ريحته قمر 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 قمر. تمام. انا بحب افلفل الرز كده مع الشعريه، اللهم صل على النبي، حته يعني شويه رز كده تاكليهم بالالف عين وشفا.
تعالوا بقى، انا بص مش بمدح في حاجتي والله، بس انا بحب ادلع الاكل. بحب كده والله العظيم، طول ما انا واقفه اقول ايه، الله مش عارفه ايه حلو الله. انا على طول ما تفهموش يعني، عبيطه ما تفهم. انا بحب اضحك معاكم واهزر معاكم. فكوا كده، فكوا يا بنات، محدش واخد منها حاجه. محدش يزعل، محدش يزعلك ولا حد يجي عليكي ابدا ابدا ابدا. خليكي كده بنت جامده كده، ايوه. يلا بقى نطلع الصاج. الصاج ده يا ليلى محروق؟ لا والله مش محروق، الصاج ده اللي سويته عند ام محمد تحت. والله سويته تحت عند الامن بتاع العماره. ربنا يا رب يديها الصحه ويخلي لها اولادها ويخلي لها راجل بيتها يا رب. ناس جميله والله ومحترمين جدا ومربيين ولادهم احسن تربيه. وسويت الصاج ده عندهم تحت في الفرن، لاني سويت هنا صاجين وعندهم صاج. اه هنا كنت بطلع بقى بعري كده حلل الرز، خدت اول حله وادي تاني حله هناك ورايا اهي على البوتاجاز. وادي حله البطاطس وادي صاجين وفي صاج جنبي الناحيه التانيه. تمام. وتعالوا بقى ايه نعبي الوجبات بتاعتنا. عجبتني قوي العلب دي، الفتره دي بحط فيها. اللهم بارك يا رب كده. بس حطيت بقى ايه شوية رز وربع فرخة. تمام. ونحط ايه تاني، شوية بطاطس. كان نفسي مش عارفة ايه اللي صهاني اعمل سلطة. مش عارفة، نسيت اعمل سلطة او اجيب او اجيب ترشي، ما عنديش ترشي. بس نسيت والله ان انا بعت اجيب، مش عارفة ايه اللي سهى عليا، مش فاهمة. ما افتكرتش الا وانا بغرف قلت لهم يا ولاد ما عندنا السلطة، ما عملناش سلطة، طب ما فيش ترشي. وكان خلاص بقى فاضل يعني نص ساعة على الفطار بقى، انا لسه هطلع واغسل الحاجة. وانا ما اقولكوش بقى في غسيل حاجة السلطة ممكن اقعد فيها 100 سنة. افضل بالليف اغسل في الخيار، اخدعك في الخيار، والجرجير بقى انقعه في خل، وليلة ليلة كده وافضل اغسل فيه فم واتنين وتلاتة واربعة. رغاية قوي ليلى النجار دي، معلش استحملوني، انتوا زي اهلي برضو. شوية رز كده وربع فرخة، وايه تاني وشويه بطاطس. الله 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 الله. وحطينا بقى في الاخر هنا هتشوفوا انا بحط بقى المعالق وبقفل. والبنات كالعاده يحبوا يشاركوني في في افطار او في اطعام. يحبوا بقى يحطوا اللمسه الاخيره بتاعتهم، وهي كانت ايه اللمسه النهارده؟ كانت عصير. بعتوا جابوا عصير. انا كنا عاملين حوالي بسم الله الرحمن الرحيم، عملت حوالي ستة عملت حوالي 60 وجبة. اه 60 وجبة. بعتوا جابوا ليهم 60 علبة عصير. ايوه صح كده، ايوه بالظبط اهي. ادي كده شكل الوجبات. اللهم بارك، اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. صلوا على النبي يا بنات. يا رب يا رب يجعله بنية كده خالصة يا رب لوجهك الكريم. ان انت تنعم عليا وتمن عليا بالشفاء يا رب العالمين. يا رب من عليا بالشفاء، اللهم امين يا رب العالمين. وهنا بقى كنت بحط كده المعالق علشان اقفل على طول. تمام كده. والبنات طبعا كانوا واقفين بيقفلوا معايا. بس كان بقى ايه ساعة فطار وكل واحد خلقه في منخار. ايوه ساعة فطار وكل واحد خلقه في منخار. كل واحد بقى ده اللي بتجري تصب خشاف واللي بتصب تمر واللي مش عارفة كده يعني. كان لسه فاضل نص ساعة، بس احنا عندنا طقوس ان احنا لازم الفطار يتحضر قبلها بحبة كتير كده. يعني نحط الاكل، كان بابا كان الله يرحمه كان كده نحط الاكل ونقعد قدامه. نقرا قران واحنا قاعدين كده مستنيين ايه الاذان يأذن يعني. يا رب ما يقطع علينا عاده، ويا رب دايما في رمضان متجمعين وفي بيوتكم متهنيين، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يا رب يوسع عليا وعليكم ويرزقنا جميعا كل خير. واشوفكم في فيديو جديد بكره. قمر قمر قمر، وبحبكم. سلام.